سمك قرش في البركان. زي ما سمعت كده لقينا سمك قرش جوه بركان. الموضوع بدأ سنة 2015 لما العلماء اكتشفوا بركان نشط تحت المية جنوب شرق جزر سليمان في المحيط الهادي. البركان ده اسمه كافاتشي. كل من 5 ل10 سنين البركان ده بيحصل له انفجار، بيثور، بيطلع من جواه الماجما دي تطلع تبرد من مية المحيط تكون جزر مؤقتة. حلو؟ لا مش حلو، لان انا زي ما قلت لك كده سنة 2015 فريق علمي من نوآ وهي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نزلوا غواصة عشان يستكشفوا البركان اللي تحت المية. والمفاجأة أسماك قرش عايشة في المنطقة اللي حوالين فوهة البركان. ولما أقولك أسماك قرش عايشة في فوهة البركان أنت لازم تتخض، لأن المكان ده أصلا غير مؤهل إن يكون فيه حياة نوعا ما. ليه؟ لأن درجة الحرارة حوالين فوهة البركان بتوصل ل 40 درجة سليزيوس، ولما بيحصل له انفجار وبيثور بتوصل درجة الحرارة ل 100 درجة سليزيوس. تاني حاجة لما البركان بينفجر بيطلع كمية غازات سامة من جواه مش طبيعية، فالمية حوالين البركان مليانة كبريت. ده غير كمان ان الحامضية عالية جدا، يعني بالبلدي كده كأن السمك ده عايش في خل. انا بفهمك بالبلدي، طبعا مش بقوة الخل، بس وكأن السمك في حوالين البركان ده عايش في خل. من كتر حمضية المية ما ينفعش ان كورال ريف او شعاب مرجانية تتواجد في المكان لانها بتدوب من الحمضية دي. كمان لا في نباتات ولا في اسماك عادية، مفيش بس غير شوية اناديل بحر وكائنات دقيقة بتقدر ان هي تتحمل الظروف القاسية. ومع ذلك يظهر في الفيديو اللي صورته الغواصة القرش الحريري وقرش المطرقة. الاتنين دول عايشين عادي جدا حوالين فوهة البركان. نسأل السؤال المهم، ازاي؟ هل مثلا جلدهم بقى تخين وقدر ان هو يتأقلم مع الحمضية العالية؟ هل مثلا في بكتيريا عايشة معاهم في المكان بتساعد اسماك القرش دي ان هي تعيش عادي؟ والله ما نعرفش، لسه العلماء بيدرسوا الموضوع. هيطلع حد كده يقول لي معلش هو انا مالي؟ وانا مالي سمك القرش ده عايش في فوهة بركان ولا على كوكب زحل؟ انا هيفرق معايا ايه؟ اللي يخلي قروش تتأقلم ان هي تعيش في بيئة شبه بجهنم تحت المية ده يخليك تسأل نفسك سؤال، هل في كائنات منقرضة زي حبيبنا ميج ممكن يكون تأقلم للعيشة في مكان تاني ولسه منقرضش؟ زي ما سمعت كده يعني ممكن تكون كائنات المنقرضة اللي احنا عمالين نحكي عليها دي كلها تأقلمت في مكان تاني وعايشة، على الرغم ان مفيش اي دليل على كده. بس نرجع نقول جملتنا الشهيرة اللي بقالنا كتير ما قلناهاش، الانسان اللي مكتشف الا 5% بس من مساحة البحار والمحيطات، فممكن تكون الكائنات دي مستخبية هنا